أهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ويكون الجميع كده بخير. النهارده معانا 3 قرايات، 3 مجموعات، مجموعة أولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة. النهارده هنشتغل بالأحجار. عايزين نعرف النهارده في قرايتنا إيه الرسالة اللي الحبيب عايز يقولها لك في البعد عنك، يعني إيه الرسالة اللي هو عقله وقلبه عايز يوصلها لك. القراية دي قراية منفصلين مبتعدين عن بعض. يلا بينا كده نشوف القراية النهارده. معانا المجموعة الأولى، المجموعة التانية، المجموعة التالتة بالأحجار. حط طقطق على الحجر، ولو مش حابب تحط طقطق على الحجر، يعني ما فيش أي حجر لفت نظرك مع إن الأحجار يعني طاقتها حلوة قوي، شوف اختار بالمجموعة الأولى أو المجموعة التانية أو المجموعة التالتة. يلا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. إيه الرسالة اللي الحبيب عايز يوصلها لك النهاردة وعايز يقولها لك في بعده عنك؟ رسالة ليه من قلبه وعقله ليك. يلا بينا. المجموعة الأولى، المجموعة التانية، المجموعة التالتة. حطوا طاقتكم كده، اختار. المجموعة التانية مستعجلة عايزة تعرف اللي اختاروا المجموعة التانية يعني. يلا بينا كده، أولى وتانية وتالتة. تمام. سبت لكم ثواني كده علشان تكونوا اخترتوا، أكيد اخترتوا طبعا. يلا بينا. المجموعة الأولى، المجموعة التانية هنشيلها دلوقتي كده، المجموعة التالتة كمان. اجي المجموعة التانية، اجي المجموعة التالتة. يلا بينا. ايه الرسالة اللي الحبيب عايز يقولها لك اللي اختاروا المجموعة الأولى من قلبه وعقله؟ عايز يقول لك أنا ميت، ميت من غيرك. حياتي صعبة قوي، حياتي صعبة جدا جدا. أنا ميت، مش عايش، أنا تعبان، أنا مش مبسوط، أنا مش فرحان. أنا حاسس إن أنا كنت متدفي معاك وكنت في حياة كريمة وانهنت. أنا حاسس إن أنا بعد ما سبتك ومشيت من العلاقة، حاسس إن أنا ميت، حاسس إن أنا حياتي بايظة، أنا مش مبسوط. أنا تايه، أنا وحيد، أنا حزين، يعني حياته مش احسن حاجه. دي الرساله اللي هو بيقولها لنا. بيقول لنا كمان ان انا عايش في وحده، ان انا يعني طاقه صعبه جدا على فكره. طاقته صعبه وكلها وحده والم وعذاب. يعني هنا كارت بيقول لنا ان انا منعزل عن الناس، حتى لو قدامي ناس كتير وبنزل في شغلي وحياتي ماشيه، بس انا في وحده، يعني انا جوه نفسي في وحده. انا من غيرك مش حابب بالدنيا. انا من غيرك حاسس ان انا متهان، انا حاسس ان انا بردان، ده دايس على التلج هنا. انا حاسس ان انا مش عارف امشي، مش عارف اكمل حياتي من غيرك. انت كنت بتكمل حياتي، انت كنت ونيسي، انت كنت سندي، انت كنت صاحبي. بيقول لك برضو انا نفسي ارجع اديك حقك، انا عايزه اديك اراضيك، انا عايز ارجع اتكلم معاك تاني ماسك الميزان. انا عايزه اديك اراضيك، اديك حقك. بيدي الحق هنا، فهو بيوصل لك الرساله اللي عايز يقولها لك، ان هو عايز يفرحك ويراضيك ويديك حقك. طبعا الرساله واضحه وصريحه يعني. بيقول انا قاعد وعارف ان انا ملك قلبك، ولا انا لا انا عارف احب غيرك ولا انت عارف تحب غيري. بيقول لك انا قاعد مستنيك، انا مش عارف ابعد، انا مش عارف اعيش من غيرك. انا قاعد في انتظارك، يعني انا نفسي في مكالمة منك، نفسي في اي حاجة تيجي منك كده، حاجة تبشرني، حاجة تخليني افرح، اعيد الفرحة، خلي الفرحة تخش لي من تاني، بدل ما انا وحيد وزعلان وحزين بالمنظر ده. هنا كارت شخص ميت، ده كارت الموت، كارت شخص ميت، كارت شخص حزين. بيقول لك انا ميت وانت بعيد عني، انا مش عارف اعيش. بيقول لك انا عايش في وحده، انا حزين، انا مكسور، انا يعني منعزل. ده كارت الانعزال وكارت الوحده وكارت الحزن. يعني بيقول لك كل الحياه مش حلوه طول ما انت مش موجود معايا. بص برضو هنا، انا مش عارف اعيش، انا اتكرشت من الجنه، انا طلعت من الجنه. اظن يعني كان عايش معاك في بيت وكان ملموم، حتى لو ما كانش في جواز، حتى لو انتوا ما كانش يعني يعني ناس عاديه، كراش مثلا، حبيب مثلا، ما كنتوش متجوزين ولا في ارتباط، بس هو بيديك ايحاء ان انا كنت معاك عايش متهني ومتدفي. انا دلوقتي عايش على ماشي في الشوارع كده، حياتي بايظه.
رسالته ليك برضو بيقول لك انا نفسي ارجع تاني ويبقى الفرح بينا تاني، ويكون في بينا حياة كريمة كده ونعيشوا حياة حلوة مع بعض. لو في انفصال، طلاق يعني لا سمح الله، نفسه يرجع تاني ويردك تاني، او انت نفسك ترجعي له تاني، ويكون ترجع العلاقة تاني زي الاول. هنا لم اسرة وشمل اسرة وارتباط للناس اللي مش مرتبطين. فهو بيقول لك هنا ان هو عايز يرجع ويفرحك ويبقى في أسرة ويبقى في فرحة ويبقى في حياة. يعني هنا القراءة الأولى جميلة جدا، حلوة قوي. هنيئا يعني لأصحاب القراءة الأولى. أصحاب القراءة التانية، وطبعا اللي حابب قراءات خاصة يتواصل معايا. أصحاب اللي اختاروا الحجر التاني، علشان خاطر نتواصل مع بعض أكتر من كده، وأعرفكم برضو إيه يعني هو إيه من ناحيتك بالظبط يعني. يلا بينا. هنا أصحاب القراءة التانية بيقول لك إيه في إيه الرسالة اللي بيوجهها لك. بيقول لك أنا بحبك، بس مش هبوح، مش هقول لك دلوقتي. ماسك على مشاعري شويه كده، مش حابب اتكلم معاك. القراءه التانيه يمكن ماسكه شويه، عنيفه حبه عن القراءه الاولى. بيقول لك انا بحبك بس ماسك على عواطفي في الوقت الحالي، انا مش عايز اجي اتكلم معاك، لان انا حاسس ان انا اللي بوظت الدنيا. بيعترف لنا انا اللي بوظت الدنيا، وانا اللي بوظت العلاقه، وانا اللي مشيت خدت بعضي ومشيت وسبت كاسات الحب، وسبت الحب اللي كان بينا، وسبت الشمس والنهار والدنيا الحلوه اللي انا كنت عايش فيها، وسبت كل ده ورحلت. فانا مش عارف ان انا اوريك وشي حتى يعني. هو برضك دي رساله بيقولها لك برضو، الكلام الكروت بتفتح بعضها. برضو بيقول لك انا تعبان من غيرك، انا تعبان، انا عايزه اشتغل على نفسي، وبشتغل فعلا على نفسي عشان اعرف اجي اتكلم معاكي. هايبك في الوقت الحالي، مع ان انا عارف ان انت معاكي الحب الاساسي والحب الاصيل. بيوصفك برضو هنا، بيقول لك انت ست جميله قوي وست حلوه، بيقول لك انت ملكه، انت ما تتعوضيش. ودي رسالته برضو ليكي، بيقول لك برضو انا لحد دلوقتي قاعد مستنيكي، مش عايزه ابيع الحب ده كله، انا ماسك الكاسات بتاعت الحب وصولجان الحب، انا مش عايزه اضحي بالحب ده ومش عايزه ابيعه. هو برضو دي رسالته بيوصلها لك وبيقولها لك. بيقول لك برضو نفسه في حياه جديده معاكي. سيبك بقى من اللي فات، ان كنا عايشين في توابيت وكنا ميتين، يلا نطلع للدنيا وللحياه والنور، ونشوفوا بعض ونتقابل ونتكلم ويبقى في بينا تواصل تاني. القراءة التانية كانت ماسكة، بس الحمد لله طاقته ظبطت معايا أكتر من كنت خايفة الصراحة إن الكروت تبقى مش أحسن حاجة. هبتها شوية، بس الحمد لله. القراءة التانية برضو كده مبشرة إن شاء الله يكون في رجوع بينكم قريب. دي القراءة التالتة اللي اختاروا الحجر الجميل العسلي ده. يلا بينا. بيقول لك هنا في رسالته ان انت ما تتعوضيش، انت ما ينفعش يخسرك، ما ينفعش تتعوضي. انت في مثابه امه، في مثابه صاحبته، في مثابه شريكه حياته الاساسيه. ما ينفعش يخسرك، ما ينفعش يبعد عنك. بيحبك جدا يعني، بيحاول يتوازن في الحياه اللي هو عايشها وهو بعيد عنك. احنا قلنا دي قرايه منفصلين. بيحاول يتوازن وهو بعيد عنك، بيحاول يرجع، عايز يرجع يتكلم معاكي بسرعه. وطبعا كروت الرجوع وكروت السرعه والتواصل والمكالمات اهو. بيقول لك انا نفسي ارجع اتكلم معاكي، بس انا مضغوط وشايل هم وشايل عبء ان انا سبت العلاقه ومشيت، بالرغم ان انا بحبك ونفسي ارجع اقعد اتكلم معاكي، ونفسي ارجع يبقى في بينا تواصل تاني وتسمعيني ونفسي اسمعك. بيقول لك كمان في الرساله ان صوتك وحشه قوي، نفسه يسمع صوتك تاني يعني دي كروت المكالمه، يعني نفسه يرجع يتواصل معاكي تاني، نفسه يسمع صوتك تاني. وهو بالفعل على فكره ده كارت الرجوع برضو، راجع يتكلم معاكي ان شاء الله يعني في اقرب وقت. بيقول لك هو لسه بيحبك وكاسات الحب كلها عنده جنبه، يعني هو ما قدرش ينساكي. قرايه جميله جدا، كاسات الحب كلها موجوده، ويعني مش عارف يخسرك ومش عايز ينساكي ولا عارف ينساكي. برضو القراءه الثالثه كلهم الصراحه الثلاثه احسن من بعض، انا فرحانه بيهم قوي يعني. الثلاثه مبشرين اللي ان شاء الله نرجعوا ويبقى في رجوع بينا، ويبقى الرساله الاساسيه كلها حب كمان يعني. احسن من فكره الرجوع، ان هو بيحب هنا ندمان مش عارف ينسى.
مش عارف يتخطى. اول قراءه كمان فرحتني ان هو بيعترف لك ان انت الحياه من غيرك مش عارف يعيش، يعني تعب تعب بمعنى الكلمه، حاسس ان هو عايش ومنهال في الشارع. القراءه الثانيه الكارت دوت اللي كان يعني كان هيقلقني منه شويه، ان هو متحفظ ومسك على مشاعره قوي، بس بعد كده وضح لي. القراءه الثالثه برضو جميله جدا، بتقول لك ان انا بتوازن، بحاول اتوازن بس مش قادر، وانا راجع اتكلم معاكي تاني لان كاسات الحب كلها موجوده. فهنيئا ليكم يعني، واللي حابب قراءه خاصه يتواصل معايا على من داخل مصر 0 5 4660065، ومن خارج مصر 00201554660065. وطبعا بشكر كل المتابعين ليا، وشكرا على كلامكم الجميل اللي بيوصل لي. حبايبي ربنا يحفظكم يعني، والدنيا مش مستاهله. وبشوفكم على خير في قراءات اخرى، وبرضه عرفوني ايه القراءات اللي انتوا بتحبوها علشان اعملها لكم. يلا اشوفكم على خير.